هنعمل مربى تين مع بعض النهارده خطيره. وبصوا يعني هتعملوا كميه حلوه بحق الكيلو وهتشتريه من بره. اول حاجه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه جبت كميه من التين خلاص شويه وهيمشي، فجبت حوالي 3 كيلو، هما كانوا 3 كيلو ماشي. جبتهم وغسلتهم ونقعتهم في الخل ضروري. وغسلتهم غسله حلوه جدا. بس قبل بقى ما نكمل الطريقه ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب للفيديو. وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد، وما تنسوش تشجيعكم الحلو بكومنت زي جميل جميل زيكم. بعد التين كده ما اتغسل وسبته شويه من الميه، بدات ان انا اقطعه زي ما احنا شايفين كده. بعد ما قطعته بجيب بقى كميه كده من السكر. بس انا بقطع قطع صغيره قوي علشان ممكن لو عايزه تضربيها بتخليها كريمي خالص، او ان انت لو عايزاها تبقى مربى قطعه. بقطعها بالكميه دي وبحط الكيلو المربى كوبايتين من السكر. في ناس بتقول الكيلو المربى كيلو من السكر، بس هتبقى سكر بتاعها اوفر قوي، فانا بستخدم كيلو المربى عليه كوبايتين من السكر، وبتطلع مظبوطه جدا جدا جدا، وبيبقى سكرها حلو قوي، ولا كده ولا سكرها عالي، سكرها كويسه جدا. انا كده حطيت على 3 كيلو سكر 3 كيلو مربى تين، حطيت عليهم 6 كوبايات من السكر. تمام. وسبتها منقوعه في السكر كده حوالي 3 4 ساعات في التلاجة، وممكن تشتغلي بيها على طول. انا سبتها شويه لحد ما تبتدي ان هي تفعل. بس انا قلبت السكر كله فيها كده، ما خليتش السكر فوق، اديته تقليبه كده من فوق لتحت وسبتها بقى شويه. بصوا بقى بعد ما قعدت في التلاجة حوالي 3 4 ساعات بدأت تنزل الصوص بتاعها كده. بدأت الفاكهه التين يطرى وينزل الصوص بتاعه مع السكر. بجيبها بقى وبحطها على النار لحد ما تغلي. اول الموضوع ببتدي على نار عاديه جدا، نار عاليه اللي هي كويسه، لحد ما تبتدي الفراوله بتاعتي تغلي. بعد بقى ما بتغلي، بصوا قبل ما احطها كده على النار انا قلبتها كده، دوبت السكر فيها، قعدت اقلب فيها شويه. بعد كده بقى لما هتبتدي ان هي تغلي بتكون الريم اللي احنا شايفينه دوت كده في الغليات. هي بتغلي جامد بتفور، فبتبتدي بقى اوطي عليها النار، بتكون الريم ده. الريم دوت لو سبتيه في المربى هيعمل وش كده مش هيبقى شكله حلو. فببتدي ان انا الم الريم دوت بمعلقه كده وبرميه. بصوا بلمه كده بالراحه، بتطلع هي الريمه دي بتطلع وبرميها. هي بتبقى بتتكون مره واحده بس كده في الاول لما بتغلي كده غليت، وانا وطيت عليها لو واخدين بالنا كده ان هي بتبقلل كده شويه. وبعصرت عليه على 3 كيلو ليمونه ونص، عصرت عليهم ليمونه ونص. بعد كده هديت النار عليها خالص وسبتها لحد ما احنا شايفين القوام بتاعها ده ان هي استوت خالص وبتطبع في ظهر المعلقه. اما بقلبها بلاقيها طبعت في ظهر المعلقه. ولو انت اول مره تعملي المربى فعلشان تعرفي استوت ولا لا، في ظهر المعلقه اعملي خط بصباعك كده بايديكي، لو ما جمعتش تبقى كده المربى تمام واستوت جدا. يا رب الطريقه تعجبكم. تبرد وتديها ضربه في الكبه لو عايزاها كريمي، او هتسيبيها قطع كده وتحطيها في برطمان مغسول ومتعقم وناشف، وهتاكلي احلى مربى بجد والله. اشوفكم في فيديو جديد، تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.